السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم جميعا، كل سنة وانتم طيبين. ورجعت لكم تاني من المطبخ هبة الله. تعالوا نعمل عصير فريش، ما يكونش فيه سعرات حرارية عالية جدا، يعني عشان ما نعملش كل يوم تمر باللبن ونزهق لو حابين نعمل. طيب انا النهارده هعمل عصير ليا، هعمل فراولة. طبعا الفراولة ممكن تتبدل بصباع موز، وممكن تتبدل بجوافية، وممكن يعني على حسب بقى ايه رغبتك. طبعا احنا لينا كوباية لبن في اليوم. طبعا اللبن ده انا غلياه من بالليل، وتاني يوم الصبح بشيل الوش بتاعه وانا ليا كوبايه. طيب انا هعمل العصير بتاعي، ولكن انا مش هاخد الكوبايه كلها، انا هاخد نصها، عشان انا بحب ما بين الفطار والسحور لازم اشرب شاي بلبن. فباخد المشروب بتاعي من الكوبايه تحت المسموحه ليا في اليوم. فانا هاخد نص الكوبايه اهو قدامكم. بسم الله. تمام كده، وهكمل الباقي شويه ميه. هحط الفراوله بتاعتي. بسم الله. طبعا انا حاطه في حدود 5 فراولات، مش حاطه كتير. هحط 3 اكياس السكر الدايت بتاعي ده. انا نوع خالي من ماده الاسبرتام، نوع كويس جدا، نوكال او سويتال او سليمر. انا عن نفسي بستعمل النوع ده من زمان، وكويس جدا معايا. هحط 3 اكياس. طبعا لو انت مش بتحبي الحاجه مسكره قوي حطي 1 بس، على حسب رغبتك يعني. العصير بتاعي اهو، ونبدا نضربه. طبعا لو مش عندنا هاند بلندر نحطه في الخلاط. كده عملت العصير بتاعي اهو زي ما انتم شايفين. معايا عصير بلبن فراوله، عصير فريش مفيهوش اي مواد حافظه. تاني نقدر نحط صباع موز، نقدر نعمل جوافيه، ننوع. ما نجيبش عصير جاهز. بلاش العصاير اللي فيها سكر كتير. احنا عملناها اهو بسكر زيت قدامكم، على فكره طعمه حلو جدا جدا، انا مش اول مره اعمله، ممكن نفطر عليه. تقبل الله منكم صالح الاعمال، وما تنسوناش من صالح دعائكم. كل سنه وانتم طيبين، خليكم دايما متابعين معانا. ان شاء الله هنزل لكم وصفات دايت كتير جدا جدا، وممكن نعمل حاجات مش دايت كمان. وبالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.